مساء الفل على كل مشجعين الكورة، يا رب كل الناس تبقى بصحة وبخير. خلاص العد التنازلي ابتدى وشغال علشان خاطر الحدث الأكبر والأهم والأفضل بالنسبة لي، ويمكن أكتر مرة هتابع فيها كأس العالم بشغف. هو كأس العالم في النسخة الحالية اللي هتبتدي إن شاء الله في قطر، فيفا 2022. آه، مش قادر أقول لكم قد إيه آه، الأحداث. مش قادر أوصف بصراحة كم الانبساط والفرحة اللي أنا حاسس بيها لما بشوف كل شوية أخبار وأحداث جديدة على قناة، طبعا القناة الشهيرة قناة بي إن سبورت، اللي المفترض هتنقل الماتشات، وكمان عاملين مفاجأة للجماهير اللي مش عندها الاشتراك اللي هو المدفوع بفلوس. هيفتحوا حوالي 22 مباراة على القنوات المفتوحة، على بي إن المفتوحة. طبعا انا كل شويه افتح القناه من وقت للتاني عشان اتابع الاخبار واشوف الدنيا وصلت لفين، بيعملوا ايه الاحداث. فكل ما بفتح القناه كل ما بندهش اكتر، كل ما بتبسط اكتر، كل ما بحس ان اللي بيحصل ده حاجه بجد تدعو للفخر بدون مجامله وبدون هزار. اتكلمت معاكم طبعا في الحلقه بتاعت من قيمه يومين على التنظيم وكميه المبالغ اللي اتصرفت، وحقيقي كانت تستحق المبالغ تتصرف وتظهر بالشكل ده. يعني المبالغ لما تتصرف في اماكنها بتطلع نتائج كده. واتكلمت قلت ان احنا هتكلم معاكم في الحلقه دي على الاستادات الخياليه اللي قطر شيدتها او بنتها. فسريعا كده من غير كلام كتير يلا بينا نخش على التفاصيل. قبل ما اخش معاكم كده على طول في الاستادات، دعمك يهمني جدا جدا. ما تنساش تعملي لايك وسبسكرايب وشير، وتشاركني زي ما اتفقنا في الفيديو اللي فات في خانة الكومنتات برأيك، وتقولي ايه اللي محتاجينه ان شاء الله الفترة اللي جاية، وتشاركني برضو في رأيك. ده مهم جدا في النسخة ديت. هنتكلم، محتاجين نتكلم ونشوف ايه الفرق والمجموعات المشاركة والمنتخبات، توقعاتكم وترشيحاتكم لمين المنتخب او المنتخب من المنتخبات يعني اللي ان شاء الله هيبقى ليها دور في الادوار الاقصائيه، وهيبقى ليها مشاركه بعد ادوار المجموعات. يعني انا ابتديت كده احس ان معظم الناس مياله للبرازيل شويه. يعني معظم صحابي ومعظم الناس اللي متابعه كوره شايفه ان منتخب البرازيل هو منتخب عافي قوي وقوي كده، ماسك نفسه في النسخه ديت. وهو حقيقي وحرفيا السكواد بتاعه مليان تفاصيل. هنتكلم ان شاء الله في حلقه دي منفصله باذن الله، بس مش هنلحق اكيد بقى في بدايه كده كاس العالم والماتشات شغاله، وان شاء الله احنا بنحط ملخصات لكل مجموعه بالاهداف والناس اللي سجلت الاهداف ديت وعدد النقط ان شاء الله، وكل ترتيب كل فريق في المجموعه بتاعته. وهنتكلم ان شاء الله باذن الله على التوقعات وترشيحات لمين. بس يعني انا ميال للارجنتين وميسي. نفسي اشوف ميسي بيرفع كاس العالم، خصوصا ان دي بالنسبه له هي اخر نسخه. ده المتوقع يعني. ما تنساش شاركني في خانة الكومنتات، مستني اشوف كومنتاتكم واللايك والشير. ده اهم شيء واهم دعم بالنسبه لي منكم، واللي بيأكد لي وهيأكد لي ان شاء الله الفترات اللي جايه ان انا الحمد لله بعمل حاجه عجباكم. او حلقه النهارده تحت عنوان استادات خرافيه. دي استادات الناس يعني بغض النظر خلاص بقى على العظمه اللي عملوها في الميديا وتجهيزات الميديا. تعالوا بقى نتكلم في الاستادات سريعا كده. الناس دي عملت 8 استادات. الاستادات دي كانت معموله بكفاءه وعلى اعلى مستوى من التقنيه الحديثه. ما تسالنيش ازاي هم قدروا يقنعوا الفيفا بان هم يعملوا الماتشات في التوقيت ده او في التوقيت الشتوي. طبعا كان اختيارهم ان هم يعملوا ماتشات نسخه كاس العالم السنه دي في التوقيت الشتوي علشان خاطر الاجواء بتاعت شبه الجزيره العربيه، ودايما بيبقى الجو حر في الصيف. ان هم يقدروا يقنعوا الفيفا ان هم ينظموا او يبتدوا الماتشات في التوقيت ده من السنه، ده برضو شابوه. النسخه المره دي معموله في الشتاء او في بدايه فصل الشتاء، وهتقعد شهر او شهر الا 5 ايام. كون ان هم يقدروا يقنعوا الفيفا ان هم يعملوا الماتشات في التوقيت ده في وسط السيزون بتاع كل دوريات العالم، برضو ده شابوه. برضو قطر انا عمال اطبل لهم من الاخر، انا جاي اطبل. المعايير بتاعت بناء الاستادات دي كانت هي ان يتم بنائها
بتقنيه عاليه جدا، او ان هي تكون مجهزه بتكنولوجيا التبريد بالطاقه الشمسيه. وده طبعا علشان يجاري الاجواء او حاله الطقس اللي موجوده في شبه الجزيره العربيه اللي احنا كلنا عارفينها، ان هم طول السنه بيبقى الجو عندهم حر شويه. اختيارهم للتوقيت، اختيارهم للتقنيات الحديثه اللي بنوا بها الاستاد كان في محلها. ان هم يعملوا ملاعب كمان 8 ملاعب صديقه للبيئه، وان هم يستغلوا الطاقه الشمسيه في ان هي تولد تبريد للملاعب بدون ما اللعيبه ما تحس بارهاق ولا تعب. ده برضو تطبيله جديده وشابو تاني. عدد سكان قطر ما بيتجاوزش 3 مليون نسمه، ففي منهم كانت ملاعب اوريدي موجوده وهنتكلم عليها، تم تزويد عدد الساعه بتاعتها او ساعه استيعاب الجماهير. وفي بقى ملاعب تانية اتبنت من اول وجديد. طبعا قرروا ان هم بعد ما كاس العالم ينتهي يستغنوا عن 175 الف كرسي ويوزعوهم على الدول الناميه عشان تقدر تجهز الاستادات بتاعتها او يستفيدوا بيها لو هم مش قادرين يجهزوا الاستادات بتاعتهم. فتعالى بقى سريعا كده نخش على الاستادات. يلا بينا. اول استاد هو استاد البيت، واللي هيتم اقامه فيه المباراه الافتتاحيه ما بين قطر والاكوادور غدا ان شاء الله باذن الله. سعه الاستاد او بيستوعب 60 الف شخص من الجماهير. تم تصميم الاستاد على شكل خيمه، وده طبعا كان الغرض منه محاكاه او ابراز الهويه العربيه في شبه الجزيره العربيه بالنسبه للخليج العربي عامه. شكل الخيمه ده او الخيمه بشكل عام يعني بيبرز قد ايه او يوصل قد ايه للناس ان الناس دي معتزه بتراثها، مهتمه جدا بالتراث ومهتمه جدا بالاصل بتاعها. بعد البطوله هيتم تقليص عدد الكراسي او سعه الاستاد من 60,000 ل 32,000، وبقيه الكراسي زي ما قلنا هينضموا على بعض على بقيه الاستادات ويبتدوا بقى يوزعوهم. تاني استاد هو استاد احمد بن علي. سعه الاستاد او بيستوعب حوالي 40,000 متفرج، يستضيف ماتشات من دور المجموعات لحد دور ال16. ده من ضمن الاستادات. استاد احمد بن علي كان من ضمن الاستادات اللي اصلا كان مشيد او كان مقام، بس هم كل اللي عملوه ان هم طوروا الاستاد وزودوا الساعه بتاعته لحد ما وصلت ل 40,000 متفرج. طبعا تصميم الاستاد بيعكس الحضاره القطريه، ان هم اهتموا قوي ان يصمموا الشكل الخارجي او الواجهه الخارجيه من بره الاستاد، مش اسوار الاستاد، الشكل الخارجي او التجهيزات اللي حواليه على شكل امواج رمله فيها حرفيه شويه، برضه علشان تبين التراث بتاع قطر والتراث بتاع شبه الجزيره العربيه المشتهر بالمساحات الشاسعه من الصحاري. نخش على الثالث استاد هو استاد الجنوب. استاد الجنوب المدينه المستضيفه ليه هي مدينه الوكره، بيسع او بيتسع لاستضافه 40 او حوالي 40,000 متفرج. هيستضيف برضو ادوار المجموعات، وهنقول ان شاء الله هيلعب في مين من المجموعات بالتفصيله بتاعت الحلقه يعني، بس هو هيستضيف دور المجموعات برضو لحد دور ال16. شكل بقى وديزاين الاستاد ده شكله حلو قوي. عاملينه او مصممينه بغرض ان هو يبقى على شكل الاشرعه بتاعت المراكب اللي موجوده او المستوحاه في التراث القطري. وطبعا اتعمل الاستاد واتسمى كده وهو اصلا بيقع في مدينه الوكره، وصمموا الاستاد على شكل الاشراع ديت. ده طبعا استنادا للتراث بتاع المدينه نفسها اللي بتشتهر بعمليه الصيد لان هي مدينه ساحليه. رابع استاد خليفه الدولي. الاستاد بيقع في العاصمه الدوحه، وهيسع ان هو يستضيف اكتر من 40,000 متفرج او حوالي 40,000 فيما ازيد يعني. هيستضيف برضو ماتشات في دور المجموعات وفي دور ال16، وهيستضيف المباراة الأخيرة لتحديد المركز الثالث والرابع. طبعا التصميم بتاع استاد خليفة الدولي اتصمم على شكل أقواس كده، يعني هي دي ما كانش مشار ليها الشيء يعني، بس هو كان الغرض ان هو يوصل مسج للعملية التعليمية شوية، او الحتة ان الأقواس دي ليها علاقة بالعملية التعليمية او العملية الدراسية كنوع من انواع الأدوات الدراسية، خصوصا ان هو مبني في منطقه عندهم في الدوحه اسمها منطقه سباير. منطقه سباير دي بتضم اكاديميه اسمها اكاديميه سباير الرياضيه او اكاديميه سباير للتفوق الرياضي. دي منطقه كبيره جدا في العاصمه في الدوحه يعني، فيها مجمع رياضي كبير اسمه مجمع حمد للالعاب المائيه، مستشفى الطب الرياضي، ومجموعه كبيره جدا من المرافق الرياضيه الاخرى. تقدر تقول كده اكاديميه بتضم مجموعه من الالعاب وفيها دراسات بالنسبه للحته الاكاديميه بالنسبه للرياضه، يعني الشغل الاكاديمي شويه. فصمموا الاستاد
الاسوار بتاعته على شكل اقواس كده، بتشير شويه للحته التعليميه. الاستاد عاملين له ممر كده متصل بالمتحف اللي موجود في الدوحه، متحف 321 قطر، وده علشان يزود عمليه التراث وارتباط العمليه التعليميه في قطر بالتراث والارض والعرق. خامس استاد المدينه التعليميه، وده يعني جاي من اسمه شويه. الاستاد معمول في مدينة الريان، المدينة التعليمية، برضو الساعة بتاعته حوالي 40 ألف متفرج. هيستضيف الماتشات بتاعت دور المجموعات ودور ال16، وفي هيبقى كام ماتش كده من الأدوار الإقصائية. طبعا الاستاد من اسمه معمول في داخل أو حوالين المدينة الجامعية. المكان بيشتهر بوجود عدة جامعات على مستوى عالي جدا، موجود في مركز قطر العالمي للتميز. طبعا شكل الاستاد ده واسواره معموله على شكل ماسه كده بتلمع، اكنها مصممه على شكل زجاجي بيعكس ضوء الشمس، او لما بينزل عليه ضوء الشمس بيعمل لمعه كده، او حته ماسيه بتخطف العين. قرروا ان هم الاستاد ده بعد ماتشات كاس العالم ان هم يحتفظوا بمعظم الكراسي اللي موجوده فيه، وان هم ما يفرطوش في الكراسي فيه عشان يستفيدوا بيه فيما بعد للمدينه الجامعيه وللفرق الجامعيه اللي موجوده جوه الجامعه او موجوده في المنطقه المحيطه يعني. الاستاد السادس استاد لوسيل. طبعا برضو استاد لوسيل معروف جدا وتقريبا معظم المصريين عارفينه، لانه استضاف في افتتاحه ماتش سوبر لوسيل او نهائي سوبر لوسيل بين الزمالك والهلال. الاستاد بيقع في الدوحه، في مدينه الدوحه. برضو الاستاد ده بقى كبير شويه، لان الاستاد ده هيقام عليه نهائي البطوله في النسخه ديت. بيتسع ان هو يستضيف اكتر من 70 او 75 الف متفرج، ممكن يوصلوا ل 80 الف. هيقام فيه برضه ماتشات في دور المجموعات وفي الدور ال16، وهيتم تجهيزه في الفتره الاخيره في اخر اسبوع من البطوله علشان يستضيف المباراه النهائيه. بعد البطوله ما تنتهي، اتفرج بقى، بص بقى العظمه، بص العظمه بتاعت القرارات. بعد البطوله ما تنتهي هيحتفظوا باستاد لوسيل ده ويحولوه لمركز مجتمعي، هيضم بقى مجموعه مدارس ومولات ومقاهي بقى وكافيهات وكده، مجموعه من المنشآت الرياضيه اللي ممكن يستفيدوا فيها فيما بعد. الاستاد السابع استاد 974، وده برضه هتلاقيه من ضمن الاستادات المشهوره او المعروفه شويه للمصريين، لان اسمه ليه دلاله، يعني معظم الناس ممكن تبقى عارفاه. برضه بيقع في مدينه الدوحه، بيتسع او ان هو ممكن يستضيف حوالي 40 الف متفرج. يقام عليه ماتشات في دور المجموعات وفي دور ال16. والاستاد ده كان يعتبر مشروع رائد شويه، او فكره ستارت اب كانت معموله في قطر، مترقعه شويه. والفكره هو ان الملعب تم بناؤه من خلال حاويات شحن اللي هي الكناتر يعني. كانت الفكره هي ان حاويات الشحن او الكناتر ديت ما بيتمش استغلالها، وخاصه الحاويات القديمه المتهالكه يعني. فبدل ما يتم اعدامها او ان هي ممكن يحصل فيها اي حاجه، فقال لك نصمم الاستاد على هيئه الكناتر ديت، ونجيبها نظبطها شويه يعني، ونشيد الاستاد على هيئه الكناتر. طبعا بعد ما البطوله ما تنتهي ان شاء الله هيتم تفكيك الملعب ده بالكامل من الحاويات اللي فيه او اللي تم بناء الاستاد من خلالهم، ويعملوا لها عمليه ريسايكلينج ويبتدوا يدوروها تاني في عمليه الشغل يعني. طبعا العظمه في تشييد الاستاد ده في كذا غرض يعني. نشطوا فكره للشباب، هي فكره عباره عن فكره ستارت اب بسيطه جدا، ان هم يستخدموا الملعب ده او يستخدموا تشييده من خلال الحاويات او الكناتر. دي نقطة. النقطة الثانية سموه بالرقم ده 974، لأن ده الكود بتاع اتصال قطر، يعني لو حابب تتصل بقطر كود الدولي يعني بيبقى الكود بتاعهم هو 974. والغرض الثالث ان هو اتسمى برضو بالاسم ده لعدد الحاويات اللي تم استخدام البناء في الاستاد بيها. عدد الحاويات كان 974 حاوية، فسموه 974. آخر استاد والاستاد الثامن وهو استاد الثمامة. ده كان آخر استاد تم تشييده في قطر، بيقع برضه في المدينة العاصمة الدوحة. بيتسع ل 40 ألف متفرج، يستضيف ماتشات دور المجموعات برضه دور ال16 والأدوار الإقصائية مع بعض دور ال16 يعني. اسمه غريب شوية، ولكن اسمه وجاي برضه أو مرتبط شوية بتراث قطري. الثمامة دي جاية باللغة العربية أو باللغة الخليج العربي من العمامة. تشييده كان بغرض ان هو يفضل محافظ على التراث بتاع شبه الجزيره العربيه او العرب عامه،
ان العرب في معظم الوطن العربي او في معظم دول الوطن العربي بيشتهروا بالعمامه على اختلاف اشكالها. كل دوله بتلبس العمامه دي بشكل مختلف، حتى مصر على فكره. يعني مصر عندنا الجزء بتاع الصعيد، صعيد مصر والارياف، بيلبسوا العمامه بس بشكل مختلف. برضو الخليج العربي بيلبسوا العمامات بشكل مختلف. فكل دوله من الدول العربيه دي بتتميز بحته العمامه دي. فشيدوا الاستاد على شكل العمامه، تمام، وسموه كاسم من الاسماء العربيه استاد الثمامه. افتتاح الاستاد ده كان غريب جدا يوم الافتتاح، وهو يعتبر اخر استاد تم افتتاحه كان من حوالي كام اسبوع يعني. وهما بيفتتحوه جابوا مجموعه من الاولاد الصغيرين ومعاهم شيخ، وفي وسط الملعب ارضيه النجيله يعني، قعدوا واجتمعوا حوالين المدرس بتاعهم وابتدوا يتلوا ايات من القران الكريم. كانت قمه في الفخر وقمه في الاحترام وقمه في الادب والحفاظ على التراث الاسلامي والعربي. انا يعتبر كده خلصنا خلاص معظم الاستادات. بجد قطر كل مره بتثبت لنا، او كل مره بتبعت رسائل، او كل يوم بنشوف رسائل بتبين لنا قد ايه مفيش حاجه مستحيله، وان العرب والمسلمين يستحقوا ان هم يبقوا موجودين في مكانه افضل من كده. لما قطر كدوله عربيه صغيره الحجم او صغيره المساحه تطلع بالشكل المحترم ده والشكل الممتاز ده اللي العالم كله بيشيد بيها، فده بجد حاجه تدعو للفخر. الغرض مش ان قطر تعمل شو. لو الناس اخدت بالها من كل رساله قطر بتعملها او بتبينها في المسجات او في الميديا اللي بتحاول توصلها كل يوم للغرب وللعرب كمان، هو الغرض مش الشو، الغرض حرفيا ربط العرب ببعض وربط الدول العربيه ببعض. قد ايه كل يوم بيبينوا لنا ان لا، احنا نقدر. ممكن مع اختلاف ظروف الدوله العربيه، بس لو كل دوله بالناس اللي عايشه فيها قدرت ان هي تعمل حاجه كويسه لنفسها، هتوصل وهتبقى كويسه وهتقدر تظهر افضل ما فيها، ويمكن تبقى زي قطر واحسن. ممكن تكون قطر عندها عوامل مساعده كتير مش موجوده عند دول عربيه تانية، بس حقيقي العزيمه والاصرار بيغيروا حاجات كتير قوي في التراك بتاعك اللي انت ماشي فيه. اهم حاجه انت محتاج ايه، او انت عايز ايه في الرحله، او عايز ايه في المشوار بتاعك. لو عايز تبين قد ايه انت تستحق وتصنع مجد لنفسك واسم وتاريخ لنفسك، هتقدر تعمل ده. قد ايه المسجات بتاعتهم قدرت توصل لرئيس الفيفا انفنتينو، والناس كلها شافت تصريحاته النهارده الصبح وهو بيعمل حديث صحفي في احد الصحف في قطر يعني على بي ان مع محاور يعني. قد ايه كان الراجل بيدافع عنهم لايا كان ايه الاغراض، بس الراجل وصلته الرساله. وصلوا قد ايه العرب مظلومين بكل الادعاءات الكاذبه اللي بتبينها الغرب او بتحاول تبينها الغرب، وده مش موجود في الواقع ومش حقيقي. زيد عليه ان هم بيحاولوا يغيروا التراث وبيحاولوا يهدموا في كل الثوابت بتاعتنا. بس زي ما انت دايما بتنادي بحريه الراي وحقوق الانسان، انت لازم كمان تحترم حريه رايي. وده كان الحوار بتاعه مع محمد سعدون الكواري، وقد ايه الراجل حاسس بالفخر في وجود البطوله في قطر بعد التنظيم الهائل المحترم ده. شوف الراجل بيقول ايه. الناس كلها متأهبة جدا للحدث ده. انا واحد من الناس متشوق جدا ليه ومحتاج اشوفه قوي. محتاج اشوف الافتتاح هيبقى شكله عامل ازاي، والناس كلها باذن الله هتبقى قاعده ومستنيه وهتتفرج على الحدث الكبير ده. اتمنى الدول العربيه المشاركه تشرف كل العرب. في 4 منتخبات بيشاركوا طبعا، قطر والسعوديه وتونس والمغرب. اتمنى ال4 يشرفونا ويعدوا من ادوار المجموعات ويوصلوا للادوار الاقصائيه. حرفيا قدروا يوصلوا للناس الرساله بتاعتهم، رسالتهم وصلت، وقدروا يوصلوا لي انا شخصيا ان انا ابقى قاعد بتمنى ان المنتخبات العربيه في الادوار الاقصائيه واشوفها بتحقق نتائج كويسه تستاهل ان هي تكون موجوده فيها. اتمنى اشوف ده، واتمنى اشوف تونس بتعمل انجاز كبير ومحترم. اتمنى اشوف المغرب بتعمل كده.
ويعوضونا او يعوضوا مصر عن عدم مشاركتنا بعد طبعا الاداء الكبير المحترم اللي احنا عملناه قدام بلجيكا. ما اعرفش في ايه. حلقتنا خلصت. عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير، ونشوفكم باذن الله بكره بعد ماتش قطر والاكوادور علشان نتكلم كده في المجاميع المشاركه ان شاء الله وفي النتائج والترشيحات والتوقعات بتاعه الفرق والمنتخبات ان شاء الله اللي هتأدي الدور المجموعات. كان معكم اسلام رضوان من حلقات كوره في الثمانيه وفقره اديني في الهادف. اشوفكم على خير، تصبحوا على الف خير.